بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وقوة إيمان. قصة النهاردة عنوانها مكافأة إلهية، مكافأة من الله ونعم بالله. تخيلوا بقى مكافأة من الله تبقى عاملة إزاي وجميلة إزاي قد إيه. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد والشكر. قصة النهاردة زي ما قلت لكم اسمها مكافأة إلهية. قصة فوق الروعة بشويتين 13 إن شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. طيب عشان نعرف الحكاية نتابع الفيديو للنهاية. وقبل ما نبدأ، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة النهاردة بتدور أحداثها في منطقة شعبية عادية، في شقة يعني على قد الحال. بيعيش فيها أب بيشتغل موظف، وأم ست بيت قاعدة في البيت ربة منزل، وعندها ولد واحد. الأب اسمه أمجد والأم اسمها هاجر. ابنهم اسمه فاروق. فاروق عنده 3 سنين 4 سنين. فقالوا كده كبر اهو، نخويه بقى ونجيب له أخ أو أخت. فعلا الأم سابت طريقة منع الحمل أو وسيلة منع الحمل اللي كانت بتاخدها عشان ربنا يكرمها وتحمل وتخاوي فاروق. ربنا كرمها فعلا وحملت، وبقى الأب متمني إن هي تجيب بنوتة. صحيح لو جابت ولد مش هيزعل ولا حاجة، كان راجل متدين كويس يعرف ربنا، ولكن كان نفسه ببنوتة عشان هو متخيل وبيقول البنوتة حبيبة أبوها وحنينة على أبوها وكده. المهم بعد ما حملت بدأت تتابع مع الدكتور شهر 2 3 4. يا دكتور عايزين نعرف بقى نوع الجنين. رايح طبعا أمجد وهاجر الأب والأم مع بعض. يا دكتور عايزين نعرف ايه نوع الجنين. راح الدكتور ضحك كده وقال له طب انت عايز ولد ولا بنت؟ قال له والله انا يعني نفسي في بنوتة، بس يعني لو ربنا اداني ولد انا مش هزعل. قال له طب ايه رأيك بقى يا سيدي ان هما بنوتين مش بنوتة واحدة؟ لا مش ممكن. لا ممكن. بالفعل الأشعة وضحت ان هي حامل في توأم، والتوأم الاتنين بنات. راح الأب بص للأم كده والأم بصت للأب، وهما الاتنين فرحوا، بس في نفس الوقت مسؤولية كبيرة. توأم مرة واحدة 2، يعني ده الأم بتربي طفل بالعافية هتربي 2. فراح الأب بص لها كده وقال لها رزق من عند ربنا، ربنا يبارك، ربنا يبارك وأنا معاكي ما تقلقيش. وفعلا كان معاها. بدأ شهور الحمل تبدأ تعدي، وأول ما رجعوا بقى من عند الدكتور، صحيح قبل ما نتكلم على شهور الحمل، فاروق بيقول لها ايه يا ماما ما جبتيش النونة معاكي وانت جاية ليه؟ قالت له لا يا حبيبي لسه بدري، مش هتيجي دلوقتي، وبعدين دي مش نونة واحدة دول نونتين. ايه ده بجد يا ماما؟ يعني انت في بطنك دلوقتي 2 نونة؟ 2 نونة. فكر بقى في الأسامي عشان انت اللي هتسميهم. طب ولد ولا بنت عشان اعرف اختار اسامي ايه؟ دول بنتين. الله، هيبقى عندي اختين. ايوه هيبقى عندك اختين. يلا بقى يا بطل فكر في اسمين حلوين كده عشان احنا عايزينك انت اللي تسمي الاختين، انت اخوهم الكبير. فرح طبعا فاروق جدا جدا وقعد يفكر في اسامي. كل شويه يفكر في اسامي ويغيرها، ويفكر في اسامي ويغيرها، كل شويه على كده لحد ما جه ميعاد الولاده. وفعلا الام راحت المستشفى وولدت، وربنا اداها بنتين توأم شكل بعض بالظبط. سبحان الله. روحوا البيت وفرحانين جدا جدا، وعملوا العقيقة واتبسطوا، واخر تمام تمام.
بدأوا بقى طبعا الأب بقى يعني كان رحيم، وزي ما بقول لكم اللي يعرف ربنا صراحة واللي قريب من ربنا يصلي ويصوم ويقرأ قرآن ويسبح، ودايما ربنا في قلبه كده، بيبقى عنده رحمة ولين، طبعه لين وكده ورحيم ورؤوف وحنين وحاجات كتير حلوة. فأمجد الأب كان كده، كان قبل ما ينزل على الشغل يصحى بدري شوية، ما يصحيهاش طبعا ولا أي حاجة لو نايمة، ياكل لقمة، يفطر أي سندوتش، يغسل المواعين، يروق اللي يقدر عليه، يرص المواعين مكانها، ينشفها ويحطها، يطلع حاجة من الفريزر عشان تتعمل تلحق تفك. يعني كان بيقف جنبها فعلا. بالليل لما يجي برضه يشوفها جهزت غدا ولا لأ، لو ما جهزتش يقف يعمل، لو جهزت تمام يسخن هو ويحط الأكل. بالليل برضه عشان هي تنام شوية، لو في بنت منهم صاحية يشيلها هو ويسيبها تنام شوية، وهكذا. فكان صراحة ونعم الزوج. المهم فضلوا عايشين ويربوا بنتينهم والولد اللي معاهم فاروق. والبنتين سموهم ايه بقى؟ نسينا نقول اساميهم. الاخ اللي سماهم نرمين وهالة. نرمين وهالة. بطلة قصتنا نرمين. بطلة قصتنا في الليلة دي كلها نرمين. كانت نرمين وهالة الاتنين زي ما قلنا توأم، وفضلوا يكبروا شوية بشوية، أمهم تلعبهم، باباهم يلعبهم، كل واحد بياخد باله منهم شوية، عشان زي ما قلت لكم الأم تقدر ترتاح هي كمان. وبعدين وهم بيلعبوهم لاحظوا حاجة يعني غريبة شوية. إيه هي الحاجة بقى؟ إن هالة مش بتلعب كتير زي نرمين، ولا بتتنطط، ولا بتتلاغى كده، يعني لما يلاغوها ويكلموها كده ترد تعمل، تبدأ تبص لهم. ما كانتش بترد طبعا، بس يعني كانت ايه، ها كده، والكلمات بتاعت والاشارات والاصوات بتاعت الايه الاطفال الصغيرين. اما هالة ما كانش في حاجة خالص، يعني لا كانت بتستجيب للكلام، ولا تعمل اي ايماءات، ولا تطلع اي اصوات، ما كانتش حتى بتعيط كتير، ما كانتش بتضحك كتير، كان نشاطها قليل جدا جدا. نرمين كانت تلعب وتعمل وترفص وتعمل حاجات كتير، لكن هالة يا حبيبتي ما كانتش بتعمل اي حاجة من الحاجات دي. الاب لاحظ الاول ومرضيش يقول لمراته عشان ما تتضايقش ولا تشيل هم حاجة. قال ازعلها على ايه؟ تلاقي واحدة هادية وواحدة شقية. الام لما لاحظت نفس الكلام قلقت جدا، قالت لا يكون في حاجة مش طبيعية. راحت قايلة للأب، قالت له على فكرة مش واخد بالك إن نرمين بتستجيب وتلعب وترفص وتضحك وتعمل نشاط غير هالة خالص؟ قال لها يعني بس مش باين قوي، يعني أنا واخد بالي بس لسه مش قوي. المهم استنوا لما بقوا العيال عندهم 6 شهور. 6 شهور بقى كان باين جدا، لأن زي ما المثل بيقول ابن 4 ربعوه، يعني اللي عنده 4 شهور نربع له رجليه ونحاول نقعده. ف6 شهور خلاص بتقعد بتمسك لعبة تلعب بيها، فكان واضح قوي بقى الفرق. راح الأب والأم اتفقوا لا احنا لازم نروح لدكتور نستشيره في الموضوع ده. اتفضلوا مية. فعلا خدوا البنتين وراحوا للدكتور، قعد معاهم وقعد يفحص البنات ويكشف على دي ويكشف على دي. لقى نرمين ما شاء الله زي الفل، قال لهم نرمين زي الفل. قعد يكشف على هالة ويحاول ينادلها ويخبط لها كده بإيده، يعمل لها أي أصوات عشان تبص ولا حاجة، ما بتستجيبش للأصوات. بدأ يكشف بقى بتمعن شديد، قال لهم لا البنت مش طبيعية. يعني ايه يا دكتور؟ يعني تقريبا كده من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ازاي يا دكتور؟ دي زي اختها بالظبط، يا دوب بس ما بتلعبش ما بتعملش وبعدين شكلها طبيعي. قال لهم ما هو مش بالضروره اللي ذوي الاحتياجات الخاصه يبقى شكله مش طبيعي، لا، في احيان كتير جدا بيبقى شكله طبيعي جدا ولكن عنده قصور في حاجات معينه. يعني اقدر اقول لكم كده من اولها ان هاله سمعها ضعيف، لان بصوا وراح موريهم قال لهم بصوا اهو بعمل لها كده، ما بتبصش على ايدي ازاي، ما بتاخدش بالها، لما نادي عليها راح منزل ايده ونده عليها ما بتبصش عليه، معناها ان هي مش سامعه كويس. طبعا الام والاب اتضايقوا، بس الام طبعا بطبيعه الام حنينه وقلبها ما بيستحملش، فاتضايقت اكتر واكتر وبان عليها. راح زوجها قال لها اصبري بس لما نشوف. طب يا دكتور وايه الحل؟ قال لهم ابدا، الحل ان انتوا يعني تروحوا بقى لدكتور، يعني دكتور تخاطب، دكتور بتاع استثناء اللي هو بتاع الحالات الخاصة او الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، عشان يقول لكم تتعاملوا معاها ازاي وتعملوا ايه عشان ما تتأذيش وتطلع كويسة. راحوا لدكتور تاني كشفوا عنده برضو عشان يتأكدوا، قال لهم نفس الكلام. طب يا دكتور والعمل؟ قال لهم مفيش حاجة تتعمل غير ان انتوا تتابعوا مع دكتور برضو نفس الكلام من ذوي الاحتياج، من اللي بيعالجوا او بيقولوا لكم طريقة التعامل بتاعة ايه الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. دوروا وقعدوا يسألوا ويدوروا على النت لحد ما وصلوا لدكتور وراحوا له وقعدوا يتكلموا معاه، قال لهم بقى تعملوا 1 2 3 وتاخدوا بالكم من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، المعاملة الخاصة ازاي ويهتموا بيها، وهم اللي يحاولوا يكلموها يحاولوا يشوفوا ايه. وبعدين قال لهم وانصحكم كمان تروحوا لدكتور انف واذن عشان يكشف على السمع ويشوف محتاجة سماعة ولا لا، عشان تساعدها تسمع وتساعدها على النطق، لان هي لو ما سمعتش مش هتقدر تتكلم. خدوا بنصيحته وراحوا فعلا لدكتور وعمل لها سماعة بالمقياس بتاعها، وهي كده كان عندهم يعني لسه يا دوب الإجراءات دي بقى عندهم سنة، وبدأت تلبس السماعة بس طبعا مش عارفة تلبسها كويس، كانت بتشدها ترميها بتاع الحاجات دي، لكن الأم كانت حريصة والأب كمان إن هم يحاولوا يلبسوها لها عشان ينموا مركز السمع والكلام في المخ زي ما الدكتور قال له. بدأت طبعا الأم هنا تهتم بهالة جدا، فبقت تهتم بيها أكتر بكتير من نرمين. سنة 2 3 بدأت نرمين تاخد بالها إن مامتها بتهتم بهالة أكتر منها بكتير، بدأت تتضايق منها وتكن لها بقى مشاعر مش كويسة. يعني إيه؟ يعني كره. إحنا عارفين طبعا الغيرة بين الإخوات ده مش عايزة كلام، خاصة في حب الأم وحب الأب والحاجات دي. فلحد ما بقى عندهم 3 سنين 3 سنين ونص كده كان بيجي لهم طبعا ألعاب وكل واحدة بتختار الألعاب بتاعتها. ففي مرة الأم سمعت هالة بتعيط وكانت في المطبخ، جت لقيت هالة بتعيط. مالها اختك يا نرمين بتعيط ليه؟ مالها بتعيط ليه؟ قالت لها ابدا خدت اللعبة بتاعتي منها. طب ليه يا حبيبتي؟ وليه هي بتاخد اللعبة بتاعتي ليه؟ مش احنا لما رحنا محل الالعاب هي اشترت لعبة وانا اشتريت لعبة، بتاخد بتاعتي ليه؟ يا حبيبتي مش بتاخد بتاعتك ولا حاجة، هي عايزة تلعب بيها وانت كمان العبي باللعبة بتاعتها. لا انا مش عايز العب باللعبة بتاعتها، انا عايز العب باللعبة بتاعتي وهي تلعب باللعبة بتاعتها، كل واحد يلعب بلعبته وما تاخدش اللعبة بتاعتي. وبعدين انت بتهتمي بيها اكتر مني وبتحبيها اكتر مني، ولما نيجي ننام جنبك احنا الاتنين تشبط فيكي وتقولي لي خلاص يا نرمين روح انت نامي
في مكانك، نامي في سريرك، وتخلي هالة تنام جنبك. انا بكرهها البت دي ومش بحبها. فدخلت الاب سمع وهي بتقول انا بكرهها البت دي ومش بحبها، ولقى الام واقفه بقى. يعني يا حبيبتي طبعا كلنا او كل الامهات هيقدروا يعني ايه ام تسمع من بنتها الكلام ده على اختها. فوقفت حزينه جدا مش عارفه تعمل ايه. ليه كده يا حبيبتي؟ ليه كده؟ انا بكرهها، انا قلت لك انا بكرهها عشان انت بتحبيها اكتر مني وبتفضليها في حاجات كتير عني. وبدات الايه نرمين تتكلم بالشكل ده. راحت الام كانت هتعيط، مسكت نفسها ودخلت اوضتها وقعدت وبدات تعيط. قعد الاب اتكلم معاهم شويه وقال لهم ايه انا هاجي اتكلم معاكم تاني يا نرمين، انا هاجي اتكلم معاكي تاني. قالت له طيب يا بابا. راح دخل لمراته. ايه يا هاجر في ايه؟ قالت له يعني ما سمعتش يا امجد البت بتقول ايه؟ طب واختها كده تعمل ايه؟ ده انا عاتله همها وبقول مين اللي هياخد باله منها لما انا اموت وتكبر. ادي نرمين هتتجوز واخوهم فاروق هيتجوز وهي مين اللي هياخد باله منها وشايله همها. تقوم اختها تعمل كده؟ لما بتعمل فيها كده وهي صغيره امال لما تكبر هتعمل ايه؟ راح قال لها بصي كل كلامك واهتمامك هالة هتعمل ايه؟ طب نرمين ما فكرتيش قالت كده ليه؟ ليه كرهتها؟ ايه اللي حصل؟ تصلحي ده ازاي؟ كل اللي شغلك هالة ونرمين مش شغلاكي خالص؟ ما ينفعش. قالت له معاك حق. قال لها بصي اهتمي بنرمين زي هالة وخلي نرمين تهتم بهالة معاكي وحببيها فيها. هاتي حاجة حلوة اديها لها وقولي لها دي لاختك وقولي لها ان انت اللي جايبها لها. مثلا هاتي لعبتين وقولي لها انت واحدة وادي دي لهالة قولي لها ان انت اللي جايبها لها. ليه يا ماما؟ عشان تحبوا بعض، عشان تبقوا اخوات حلوين. وفضلت فعلا تخليها تعمل معاها كده لحد ما بدأت نرمين تحب هالة شوية بشوية. وفهمتها بقى اختك انت شايفة ان هي مش زيك، اختك ضعيفة، اختك ناقصها حاجات كتير غير اللي عندك. انت ربنا الحمد لله خلقك كاملة، ما فيش فيكي حاجة مش مظبوطة، كله بسم الله ما شاء الله كويس. لكن هي تفكيرها اقل ونضجها اقل وهتكبر بس هتفضل زي العيال عيلة. فما ينفعش يا حبيبتي، ما ينفعش. دي محتاجة اللي يهتم بيها طول اليوم، طول الليل والنهار، وانا مش فاضية طول الليل والنهار اهتم بيها. مين بقى اللي هيهتم بيها الا انتي؟ مين بقى حبيب اخته غير نرمين؟ بدأت نرمين تحس بالمسؤولية ناحية مين؟ ناحية اختها هالة. بدأت كده الام تتصرف صح وبدأت الامور تمشي في مسارها الطبيعي لحد ما راحوا المدرسة. جه يعني السن اللي هيروحوا فيه المدرسة، وبعدين قدموا لنرمين في المدرسة وقدموا لهالة في مركز تأهيل اجتماعي. بدأت هنا نرمين بقى تاخد بالها كويس قوي ان اختها مش زيها، اقل منها فعلا. يا ماما انت ما قدمتلهاش في المدرسة. يا حبيبتي ما ينفعش، مش انا قلتلك ما ينفعش تروح المدرسة، تفكيرها ما يجيبش المدرسة. هي هتروح المركز ده يعلموها يعني حاجات، تاكل ازاي، تحافظ على نفسها ازاي، تدخل لا مؤاخذة الحمام ازاي، يعني الحاجات الأساسية في حياتها. تحافظ على المكان اللي بتقعد فيه نظيف ازاي وهكذا. فبدأت نرمين تاخد اختها في ايدها وتعدي
على مركز التأهيل وبعدين تروح مدرستها. يعني توديها وبعدين تروح مدرستها. وبدأت بقى لما تيجي مثلا تاخد شاور تروح مجهزة لأختها غيار وتخليها تخش هي كمان تاخد شاور. لما تيجي تاكل تقعدها جنبها وتساعدها تاكل. بدأت نرمين تسأل عن أختها تقريبا مسؤولية كاملة. طبعا والدتها برضو كانت مسؤولة، بس زي ما بقول لكم نرمين بقى كمن معاها على طول، فبدأت تاخد بالها منها باستمرار. ما كانوا ينزلوا يلعبوا تحت في الشارع أو كده في مدخل البيت، كانوا الولاد والبنات اللي في البيت ينزلوا يلعبوا معاهم. ما كانش حد يقدر يجي جنب هالة، يقولوا لا، اللي هيجي جنبها نرمين هتديله على دماغه. كانوا عارفين كويس جدا ان نرمين مش هتسيب حق هالة، محدش يقدر يجي جنبها. طلعوا على كده هما الاتنين، ومرت الايام ونرمين بقت في الثانوية العامة ومستمرة تاخد اختها في ايدها تروح توديها مركز التأهيل وتطلع هي على المدرسة، وهي راجعة تاخدها وتروح. لما بقت في الثانوية العامة كبرت كده واختها كبرت، واحنا عارفين بقى زي ما بنقول كده ايه، خراط البنات خرطهم، فبقت عروسة أمورة، وهالة رخرة بقت عروسة أمورة. وشكلهم سبحان الله هما الاتنين اللي يشوفهم ما يقولش ان هالة عندها اي حاجة مش طبيعية، لكن لما يبدأ يتعامل معاها بقى يفهم ان هي عندها حاجة مش طبيعية، من طريقة كلامها ومن تعاملها ومن ضحكتها ومن حاجات كتير توجع القلب. ربنا يا رب يحفظ ولادنا جميعا، اللهم امين. وهي ماشية رايحة المدرسة واخدة اختها معاها، مسكاها في ايدها اكنها طفلة، ورايحين على مركز التأهيل ورايحين المدرسة. قابلها واحد جارهم اسمه حيدر. حيدر ده كان حد رخم قوي. فأول ما قابلها صباح الخير، صباح الخير يا أنسة نرمين. وعارفين بقى بإيه اسمها إيه، بيقولوها إيه، بيقولوا على الشخص اللي بيعمل كده ده إيه، بيقولها لها كده بتلزيق. أيوة افتكرتها، من الناس اللي بتتلزق دي. فصباح الخير يا أنسة نرمين. قالت له صباح النور، خير، عاوز ايه، بتوقفني ليه؟ قال لها انا بس عايز انول الرضا، مش عايز اكتر من كده، انا طالب ايدك في الحلال. بصي، كان عنده اجانس عربيات، بصي اجمل عربية في العربيات دي كلها اللي قدامك دي كلها، شاوري بس على اي واحدة فيهم وانا اكتبها باسمك، انا مش عايز عربيات. طب انا بس عايز اعرف مش موافقة عليا ليه؟ قالت له هو انت، وراحت ساكتة كده. قال لها قولي لي بس، روح كلم الحاج. طب ما انت رحت كلمت الحاج وقال لك ان انا مش موافقة، طب ليه بس مش موافقة بيا؟ يعني عشان اتجوزت كذا مرة وطلقت؟ ما هو الجواز شرع ربنا، والطلاق برضو شرع ربنا. يعني عشان اكبر منك بكام سنة، بكام سنة، كان هو بقى عنده 40 سنة وهي كانت في الثانوية العامة. قالت له هما كده كام سنة؟ بص، ولا عشان ده ولا عشان ده، انا اصلا لسه مش هتجوز دلوقتي، ولو اتجوزت مش هتجوزك، وما توقفنيش تاني في الشارع، عشان انا لا عايز اقول لبابا ولا عايز اقول لاخويا، عشان ما اعملكش مشكلة، وانا مقدرة ومحترمة ان انت جارنا، فمش عايزة حاجة زي كده تاني. وسابته ومشيت. سكت على كده؟ لا، زي ما بقول لكم حيدر ده انا مسميه الرخم، حيدر الرخم، لانه كان بيوقفها كده اكتر من مرة، كل يومين 3 تقريبا يوقفها يقول لها نفس الكلام. المهم خلصت ثانوية عامة
وجابت مجموع كبير حلو. كان اخوها بقى خلاص دخل الكلية وفاضل له سنة ولا حاجة ويخلص. فرح باباها ومامتها ايه، ها ناوي على ايه بقى يا نرمين؟ ناوي على كلية الحقوق. الحقوق؟ طب راحت مامتها قالت لها طب ما تدخلي كلية كده يعني سهلة شوية ولا حاجة، لازم الحقوق دي؟ طب وهي يا ماما الحقوق صعبة في ايه؟ دي عادية، ده كلية نظري زيها زي الآداب زي التجارة زي أي كلية. قالت لها لا بس الحقوق دي يعني تليق مع الصبيان أكتر مش البنات. يا ماما انت لسه بتفكري بالعقل ده؟ يا حبيبتي صبيان ايه بس وبنات ايه؟ البنت طلعت القمر. قامت قالت لها يا دي البنت طلعت القمر طلعت القمر، هو خلاص كل شويه وكل ما اقول لك حاجه هتقولي لي البنت طلعت القمر؟ مش دي الحقيقه؟ يعني هو انا بألف؟ كان ساعتها بقى ساعة القصة دي كده ما حصلت كان فعلا اتعمل قمر صناعي وطلع اتعمل صاروخ يعني عشان يطلع القمر، وطلع فعلا القمر وكان مع الطقم ده بنت. المهم راح باباها قال لها ايه، ما تسيبيها تخش اللي هي عايزاه، ما دام هي حابه كليه الحقوق سيبيها تدخل كليه الحقوق. وبعدين هي نرمين شخصيتها قويه وجامده، ان شاء الله هتبقى محاميه ناجحه زي الفل. والاب شجعها وقدمت فعلا على كليه الحقوق. دخلت كليه الحقوق سنه سنتين ماشيه زي الفل وبتجيب تقدير كويس. ومن كتر شطارتها بقى دكتور عندهم في الجامعه عنده مكتب بيشتغل فيه، مكتب بتاعه يعني بيشتغل فيه محامي. قال لها ما تيجي تتدربي في المكتب عندي، انت هيبقى ليكي مستقبل كبير وانا شايف ان انت هتبقي محاميه زي الفل، تعالي اتدربي عندي في المكتب. فرحت طبعا جدا وبدأت من سنة تالتة بقى تروح تتدرب معاه. ماشية برضه في الشارع في مرة وجايبة اختها برضه وراجعة، وراح مقابلها حيدر الرخم، ويا أنسة نرمين يعني عايزين نقول الرضا. قالت له انت تاني؟ على فكرة انا في كلية حقوق، خلي بالك، يعني اعرف العبك كويس قوي، اقدر اروح الوقت اعمل لك محضر بتتعرض لي في الطريق تحرش بأنثى واحبسك، انا مراعية كبيرة خلي بالك. المهم خاف وكن شوية. في الايام دي كانت مامتها تعبانة يعني شوية صغيرين. اخوها فاروق كان خلص الكلية بقاله يجي سنة، راح كلم باباه ومامته وقال لهم ايه، انا عايز اتجوز، عايز اخطب واتجوز. راحت مامته قالت له يا ابني مش لسه بدري شوية؟ قال لها بدري ليه؟ مش انتوا جايبين لي الشقة؟ ربنا ما يحرمني منكم، وانا خلاص اشتغلت اهو بقالي سنة ومرتبي زاد وبقى كويس، وبعدين بصراحة انا بحب واحدة كانت زميلتي في الجامعة وبحبها واحنا الاتنين متفاهمين ومش عايزها تضيع مني، فمش عايز استنى لحسن حد يخطبها وبعدين انا ايه ما اخطبهاش. راح الاب قال لها يا ست سيبيه، خلينا نفرح بيه، ما يتجوز، ما عنده الشقة ويبدأ يجهز شوية بشوية، ومادام عنده البنوتة اللي بيحبها خلاص زي الفل، احنا يعني ايه اللي هيخلينا نمانع. راحت ايه فكرت كده في تعبها اللي هي تعباناه وقالت له تصدق معاك حق، خلاص يلا خد لنا ميعاد، مادام انت راسي على البنت اللي هتاخدها ومختارها خد لنا ميعاد من اهلها. خد لهم ميعاد وراحوا وخطبوا وكله جاهز واتجوز. كده على طول كده على طول بسم الله ما شاء الله عليه في خلال سنة كان اتجوز. الام بقى في خلال السنة دي بعد ابنها ما اتجوز بشهرين 3 كده بدأ التعب يزيد عليها قوي، وكان في البيت بقى الاب والام والاختين. لما بدأ يزيد عليها التعب نامت في السرير، ما بقتش تقدر تعمل حاجة في البيت
غير حاجات بسيطة قوي، ويعني يعتبر ما بتعملش. مين بقى اللي شايل المسؤولية كلها؟ نرمين. كانت تعمل جزء من حاجة البيت قبل ما تروح الكلية، وبعدين تاخد اختها وتوديها مركز التأهيل، وتطلع على الكلية بتاعتها وترجع تكمل شغل البيت وتذاكر. امها بقى كانت زعلانة جدا وتقول لها معلش يا حبيبتي، شايلتك الهم وانت لسه صغيرة، حقك عليا. تقول لها لا يا امي ما تقوليش كده، ما انت ياما عملتي عشاننا، انا مهما عملت يا امي ما ردلكيش ولا حتى 1% من اللي انت بتعمليه. وكانت ربنا هديها وبره بامها وبره بابوها. وفي يوم من الايام قبل ما تنزل الكليه دخلت عند مامتها بتقول لها على فكره يا ماما انا شطبت المواعين ونشرت الغسيل اللي كان في الغساله وطلعت الحاجه من الفريزر اللي هعملها لما اجي، ما تخليش بابا يعمل غدا ولا حاجه، انا عندي محاضرتين وهاجي بدري. بسم الله ما شاء الله عليها. يا رب اهدي كل بناتنا يا رب واصلح حالهم، اللهم امين. استمر الحال، زاد التعب على الام وروحها فاضت للي خلقها. طبعا هنا بقى كانت مشكلة كبيرة، لان هالة كانت مرتبطة بمامتها جدا جدا جدا، مرتبطة بنرمين بس برضو مرتبطة بمامتها جدا، وكانت بتنام جنبها، يعني كانت اغلب الايام بتنام جنبها 90%. لما الام توفت بقى الاب والبنتين اتأثروا جدا جدا كلهم، وحالهم بقى حزين بدرجة كبيرة. والعبء هنا زاد على مين؟ على نرمين. بدأت هالة تدور على امها في البيت بشتى الطرق، ماما فين ماما فين انا عايزه اروح لها. ونرمين تقول لها لا حبيبتي بعد الشر عليكي، ماما في مكان احسن من عندنا، ماما في مكان احسن من هنا، بس لا ما تروحي لهاش، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك. لان طبعا هالة مش فاهمه تروح لها يعني ايه. فضلت هالة تقرب من نرمين جدا وتحتويها اكتر واكتر، لحد ما هالة بقت يعني خلاص من غير نرمين ما تعرفش تقعد، وبقت تنام جنبها زي ما كانت بتنام جنب والدتها. نرمين حمدت ربنا ان هالة قربت منها، وبدأ حزنها على والدتها يقل شوية بشوية وتبدأ تتأقلم الحمد لله. وبدأت نرمين تشيل البيت، وابوها برضو بيعمل معاها على قد ما يقدر، بس كان كبر بقى شوية بشوية، كان بيكبر. لحد ما في يوم من الأيام وهي نازلة، وكانت نازلة لوحدها، كان باباها عنده أجازة فسابت أختها معاه في البيت وما خدتهاش للمركز في اليوم دون، ونازلة رايحة الكلية. راح قابلها حيدر الرخم تاني، قالت له لا انت كده فعلا عايز نعمل لك محضر. وده كان آخر يوم في امتحانات سنة تالتة، وكانت راجعة مبسوطة بقى ان هي خلصت امتحانات وهتاخد اجازة وتحاول وهترتاح شوية. راح منكد عليها الرخم ده لما قابلها. طلعت البيت وهي يعني متضايقة شوية، بس طبعا هالة مش هتاخد بالها انها متضايقة. راحت قربت عليها وجريت عليها وحضنتها. اول ما دخلت راحت نرمين مطلعة شوكولاتاية مديها لها، كانت دايما تجيب لها حاجة حلوة معاها زي اللي بيجيب لولاده الصغيرين وهو مروح. لا اله الا الله. وبعدين ابوها قال لها مالك مكشره ليه كده؟ ده انت اخر يوم امتحانات، يعني المفروض ترجعي مبسوطه ومزقططه. قالت له ما انا كنت مبسوطه، بس قابلني اللي نكد عليا ربنا ينكد عليه. مين ده اللي نكد عليكي؟ مين ده اللي يقدر ينكد عليك يا جميل؟ قوليلي. راحت قايله له انا هروح يا بابا اعمل له محضر. بعد ما حكيت له قال لها يعني انت كده بقى بتبصي لي على ان انا خلاص راجل كبرت وعجزت وماليش لازمه وما اقدرش اجيب لك حقك؟ لا يا بابا ما تقولش كده،
امال ليه مش قلتليش؟ يا بابا ما انا مش عايز اضايقك ولا تعمل مشكله، ومش عايز اقول لاخويا برضه عشان ما يتضايقش وما يعمل مشكله معاه. امال يعني يفضل يضايقك انت واحنا نتفرج عليكي؟ يعني ينفع؟ واتضايق جدا الاب وقال لها سيبي الموضوع ده عليا، وراح نازل على طول لحيدر ده في المعرض بتاعه. قعد يهزق فيه، انت عارف لو وقفت بنتي في الشارع تاني هعمل فيك واسوي، خليك محترم، انت راجل مهزق. وقعد يزعق له واتلمت عليه الناس بتوع المنطقة. في ايه في ايه في ايه يا حاج امجد، في ايه؟ قال لهم في 1 2 3. الناس كلها طبعا غلطت حيدر وقالت له لا ما توقفهاش تاني وكده ما يصحش، وخليك راجل مؤدب ومحترم بقى، انت متجوز يجي 30 40 مرة دلوقتي، انت في ايه؟ هما مش 30 40 يعني، انا ببالغ، متجوز كتير يعني. والناس هزقته ومن ساعتها ما بقاش يقدر يوقفها تاني. الحمد لله خلصت من رخامة الرخم. خلاص كده خلاص كده. بدأت بقى تستمر في الجامعة بعد ما خدت الأجازة. وطبعا لما بتاخد الأجازة مش بتقعد في البيت، بتروح المكتب اللي هي بتتدرب فيه بتاع الدكتور بتاعها. خلصت سنة رابعة ونجحت الحمد لله وجابت تقدير واشتغلت في المكتب وبقى تمام. وهي شغالة بقى كان المحامي ده الدكتور بتاعها بيثق فيها جدا جدا، فكان بيديها قضايا تروح بيها وتسافر، ممكن تقعد 2 3 وترجع. هي كانت بترفض بس عشان ما تسيبش باباها واختها لوحدهم. ولما كانت تسافر كان باباها يضطر يعمل اجازه ويقعد مع البت في البيت اللي هي هاله عشان ما يسيبهاش لوحدها. هاله كانت بتحط السماعه في ودانها تسمع وترد على الكلام، بس طبعا مش بطريقه طبيعيه 100%، بس كانت بتسمع وترد. بس كانت في اغلب الاحيان بتزهق من السماعه وتشيلها. باباها لما عرف كده، وكان احيانا برضو بيضطر يخرج ونرمين تبقى في شغلها، فكان لما يجي يخبط ولا حاجه لو ناسي المفتاح ولا كده ما كانتش بتسمعه ولا كانت بتفتح، فكان ايه عامل لمضه في اللي عند جنب الباب، لما يرن الجرس اللمضه دي تنور وتطفي. الناس اللي عندها مشكله في السمع كانت دايما بتعمل لمض، تقوم اللمضه تشتغل مع الجرس، لما حد يرن الجرس اللمضه تنور وتطفي، يقوم اللي مش بيسمع ده يشوفها ويفتح الباب. بتقول لنا ليه يا حاج صفيه المعلومه دي؟ عشان المعلومه دي هنحتاجها جدا 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 قدام شويه في القصه. المهم اتقدم واحد عشان يخطب نرمين، ما كانتش عايزه توافق. ليه؟ عشان ما تسيبش هاله لوحدها. ابوها قال لها ما انا موجود، وانت هتسيبها لوحدها؟ انا موجود، وبعدين يبقى تعالي لها على طول، انت ايه اللي هيحوشك؟ كان العريس اللي متقدم لها ده عنده شقه في نفس الشارع اللي هم قاعدين فيه. المهم ابوها اقنعها واتخطبت. وخطيبها ده كان دكتور صيدلي، راجل مهذب مؤدب فاهم تمام، وكان عارف حالة اختها طبعا. في يوم من الايام المحامي ده اداها ورق قضية هتسافر في محافظة من المحافظات، هتقعد 2 يوم. كانوا اليومين دول قبل رمضان، يعني كان المفروض هتيجي اول يوم رمضان. المهم خطيبها قال لها طب استني ايه هوصلك. كان عنده عربية، فرح لها عند البيت عشان ياخدها بشنطة هدومها ويوديها لايه المحطة عشان تسافر. فبيقول لها ايه شنطة الهدوم دي كلها؟ دول 2 3. اما اصل احنا في الصيف وانا بعرق كتير وبحب اغير كتير ومش هاجي غير اول يوم رمضان، ف يعني محتاجة هدوم كتير. طيب بعد ما تيجي ان شاء الله بقى نحدد الميعاد ونتجوز على العيد، اتفقنا؟ بس شوية كده بس، هو انا كل ما اقول لك تقولي لي شوية؟
مرة عشان هلا اختي ومرة عشان بابا. ما ينفعش كده بقى، احنا هنفضل طول الوقت مخطوبين؟ طب خلاص لما اجي يبقى يحلها ربنا. مين سمع بقى ان هي ماشية مسافرة وهتيجي اول يوم رمضان؟ الرخم. لا اله الا الله. هو الرخم ده ورانا 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 ورانا. سمع الكلام ده، كان ماشي وسمع الكلام ده بالصدفة، عمل نفسه بيربط رباط الجزمة ولا أي حاجة، المهم اتلكى عشان يسمع بقية الكلام. سافرت وخطيبها وصلها وسافرت عشان شغلها، وجه فعلا اليوم اللي هو بقى ايه، ليلة الرؤية اللي صابح أول يوم رمضان المفروض تيجي فيه نرمين. فالأب خلاص كده هتبقى دي أول تراويح، فتوضى في البيت وعايز ينزل عشان يروح التراويح. بيكلم هالة لقاها ايه، مش سامعاه، فمش حاطه السماعه. قعد يشاور لها ويعمل لها بالاشاره شمال ويمين ومش عارف ايه بايديه الاتنين، لحد ما وضح لها ان هي ما تفتحش لحد وهو نازل. وقعد يقول لها الباب كده ما تفتحيش وخليه مقفول، وقعد يشاور لها وسابها ونزل. سابها ونزل. كانت نرمين خلصت شغلها وقالت اجي عشان اتسحر معاهم اول سحور، مادام خلصت هستنى ليل الصبح. الاب اتوضى ونزل، وبنته الباب مقفول بس طبعا معاها المفتاح، ما بيرضاش يقفل عليها وياخد المفتاح، بيقول لحسن لا قدر الله يحصل حريقه يحصل حاجه تعرف تفتح وتخرج. المهم نزل عشان يصلي التراويح. قبل ما يوصل المسجد راحت نرمين مكلماه في التليفون، يا بابا انا قلت الحقك قبل ما تدخل المسجد وتقفل التليفون، انا جايه في الطريق. مش انت كنت هتيجي بكره؟ بس انا خلصت، قلت خلاص اجي اتسحر معاكوا اول يوم. طب يا حبيبتي تمام، قدامك كتير؟ لا ده انا قدامي 10 دقايق بس باذن الله. قال لها طب كويس عشان اختك ما تقعدش لوحدها. طب كويس. خلاص سلام سلام، والراجل دخل عشان يصلي واطمن اكتر ان ايه، نرمين هتلحق هالة وتقعد معاها مش هتقعد لوحدها. المهم الدنيا عشان اول ليلة في رمضان الشوارع كانت زحمة، والعشر دقايق ما بقوش 10 دقايق، دخلوا في ربع ساعة، يعني زيادة شوية. كان بقى الرخم اللي سمع ده جات له فكرة زبالة زيه. ايه الفكرة بقى؟ يعني سوري في اللفظ بس هي ما يتقالش عليه غير انه زبالة بصراحة، غيرنا رخم بقى زبالة. المهم استنى اول ما ابوها نزل وعارف ان نرمين مش في البيت، تبقى هالة لوحدها، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وراح قعد يتلفت شمال ويمين قدام العمارة، قدام باب البيت يعني اللي هم فيه، يبص شمال ويمين ما لقاش حد، راح داخل البيت جري. دخل البيت جري وطلع على الشقة بتاعته. طلع الشقة بتاعتهم يعمل ايه بقى؟ بيخبط على مين؟ على هالة. ما كانتش لابسة السماعة بس شافت اللمضة بتنور وتطفي، يبقى حد بيخبط. راحت قامت على طول فتحت الباب. ابوها قال لها ما تفتحيش لحد، راحت فاتحة الباب. اول ما فتحت الباب راح حضر زقها لجوه وراح قافل باب الشقة. هي يا حبيبتي مش مستوعبة ان هي في خطر ولا حاجة، فلما زقها جوه باب الشقة جوه الشقة دخلت عادي واقفة، لا جريت على البلكونة ولا صرخت ولا، ما هيش فاهمة حاجة. راح واخدها ودخل جوه على اوضه النوم وراح زقها على السرير، وبدأ لا اله الا الله يجردها من ملابسها، وهو كمان طبعا جرد نفسه من ملابسه.
لا اله الا الله. وانتوا عارفين الباقي. نرمين كانت وصلت، فتحت الباب ودخلت. قالت هخبط ليه؟ ما هي مش هتسمعني. فتحت الباب ودخلت، سمعت اختها صوتها مخنوق وبتستغيث زي ما يكون حد كاتم نفسها. راحت دخلت جري بتبص، لقيت المنظر قدامها لا ارادي، ما يعني من غير تفكير. دخلت جري على المطبخ، راحت جايبه اكبر سكينه موجوده وراحت داخله عليه. اول ما شافها حاول يلبس هدومه عشان يجري، راحت ضرباه في بطنه ضربه 2 3، وقع في الارض سحف دم. وقربت على اختها، لبستها هدومها وقعدت تطبطب عليها، ما تخافيش يا حبيبتي انا جنبك. وطبعا هي بتطمنها وعايزه اللي يطمنها. بعد ما لبستها اتصلت على ابوها، ابوها ما ردش، التليفون مقفول لسه في التراويح. راحت متصله على المحامي اللي شغاله معاه. انا قتلت انا قتلت انا قتلت، ومرعوبه بقى ومش عارفه تقول ايه. قال لها طب ما تخافيش، احكي لي بس اللي حصل بالراحه. راحت حكياله. قال لها طب انت قلقانه ليه؟ انت محاميه وعارفه ان ده دفاع عن النفس ودفاع عن الشرف ودفاع عن العرض، ده انت مش هتاخدي فيها يوم. مالك؟ ده جوه بيتكم، جوه شقتكم، ما تخافيش. وهداها وكلمها. قال لها انا هتصل بالشرطه واجيب البوليس واجي. اتصل فعلا بالشرطه وجابهم وجه، وطلع فتحوا الباب، شافوا زفت الطين دون حيدر مرمي في الارض. راحوا بلغوا بتوع الطب الشرعي، جم شالوه. وهم بقى الزيطه دي كلها، جه الاب من صلاه التراويح لقى الموال ده كله. في ايه؟ ولقى حيدر ده مرمي في الارض وسايح في دمه والناس شايلينه وماشيين. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ وايه اللي جاب المحامي هنا؟ وبيسأل. اول ما عرف اللي حصل اغمى عليه وقع من هنا. راح المحامي فوقه بالراحه كده، قوم، لانهم طبعا خدوا نرمين معاهم الاسم. اول ما فاق راح متصل بابنه. ابنه بقى كان قبل القصه دي مراته قعدت تقومه عليهم، ابوك وبيحب اخواتك اكتر منك ومش عارف ايه وقصص كده ملهاش لازمه. فكان بيقل جدا المروح عندهم. وكان كل ابوه ما يساله ما بتجيش ليه، واخته تساله مش فاضي عندي شغل بتاع كده. فراح متصل بابنه وقال له تعالى بسرعه عشان الوضع 1 2 3. طبعا الاب مش قادر يسيب هاله، مرعوبه وخايفه. راح فاروق اخوها راح لنرمين فين الاسم، لقاها هي والمحامي. في ايه؟ راح حكياله والمحامي حكاله. راح قال لها طب ما تخافيش، انت خايفه ليه؟ وراح مكلم المحامي. قال له ايه؟ قال له انا اللي هقول، انا كنت نايم في البيت وانا اللي موتته، صحيت لقيت الوضع كده، انا اللي موتته. قال له كده يبقى هتلخبط لنا القضيه كلها. مين قال لك ان انت كده هتخدم اختك؟ ده هي هنا وهيتحقق معاها وهتتحجز كام يوم بس هتخرج على طول. لكن انت اللي انت بتعمله ده مش بتفيدها، ده انت كده هتأذي نفسك على الفاضي. الاخ طبعا اقتنع لانه عارف انه محامي كبير وفاهم، واخته قالت له كده صح. فايه سابها وفعلا اتحقق معاها وخرجت، طلعت براءه وخرجت، ما خدتش فيه ولا نص ساعه حتى. وهو ما فيش يوم راح الطب الشرعي وطلع التقرير فعلا ان هي ضرباه موتاه عشان خاطر كان. وهم اما جم كمان لقيوم ان يعني هدومه ما كانتش كامله، ما لحقش يلبس جامد، كان برضه لسه فيه هدوم مش ملبوسه. لا اله الا الله.
اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا وكفينا شر ولاد الحرام يا رب. يا رب احفظنا وكفينا شر ولاد الحرام يا رب. المهم حصل اللي حصل. الأب لقى صحته عمالة بعد الموضوع ده تتعبه زيادة وزيادة. وهالة بقى كانت مرعوبة جدا في الشقة، مش قادرة تمشي فيها. كل ما تيجي على المكان اللي كان واقع فيه زفت الطين ده تتفزع وتصوت. فراح قال له ايه، راح الأب قال لنرمين احنا عايزين نعزل من هنا. ليه يا بابا ومش ليه وبتاع؟ قال لها اختك مش عارفة تعيش في الشقة. في الوقت دون هي اقتنعت طبعا لما قال لها اختك مش عارفة تعيش في الشقة، وقالت له طيب ماشي ندور على شقة. في الوقت ده بقى كان خطيبها بعد ما خرجت من القسم وكده قال لها انا عايزها ليه؟ لان امه قالت له ما ينفعش يا ابني ترتبط بيها. ليه؟ عشان اول ما مش فكرت تصوت ولا تعمل ولا تستغيث بالجيران، دي دخلت على طول جابت سكينة وقتلت الراجل. يا ابني ما انتوا مسيركوا تتخانقوا. يعني بص التفكير بقى، مسيركوا تتخانقوا بعد ما تتجوزوا، مش هتصوت ولا هتستغيث، على طول هتخش تجيب سكينة انا خاف عليك يا ابني. وللأسف الشديد مع انه دكتور وصيدلي ويعني دماغه المفروض كبيرة اقتنع بكلام امه، وراح مكلم نرمين وقال لها انا عايز اتكلم معاك شوية. فكانت فاكراها يتكلم على ميعاد الجواز. فلما وصلت وقعدت في المكان اللي هما بيتقابلوا فيه قالت له ايوه. بدأت معاه الكلام، فقالت له ما احنا هنتجوز، ما انا كنت قايله لك ان احنا هنتجوز بس هستنى شويه بقى عشان الوضع اللي حصل ده. قال لها لا ما هو انا يعني ناديلك عشان اتكلم معاكي في الموضوع ده. قالت له موضوع ايه؟ قال لها للاسف انا مش هقدر اكمل الجواز. قالت له ليه؟ قال لها صراحه مش قادر اتخيل ان انا هعيش مع واحده يعني اول ما جه في دماغها تصرف دخلت جابت سكينه وموتت الراجل. قالت له يا سلام، امال يعني كنت اعمل له ايه؟ اقعد على جنب اعيط واقول له خليك براحتك، ولا اعمل له ايه؟ ولا اشيد بيه واقول له شكرا نورتنا، جيت شقتنا نورتنا، كنت اعمل ايه يعني؟ قال لها كنت تصوتي تصرخي تستغيثي بالجيران. قالت له استغيث بالجيران؟ لا يبقى صوت انت وصرخ انت واستغيث بالجيران. انا ما اعملش كده، انا عملت اللي انا شايفاه صح، وبعدين انا عملته لا ارادي. انا ما قدرتش بعمل كده ازاي. انا اول ما شفت اختي في الحاله دي مش كنت عايز اموته، انا كنت عايز اموته وبعدين اولع فيه. لما قالت له بقى لا يبقى صوت انت واستغيث انت اتغاظ. فراح وقامت بقى عشان تمشي. راحت قبل ما تمشي قال لها ايه، مش يمكن اختك اللي شجعته؟ هي سمعت كده ورجعت قالت له اختي اللي هتشجعه؟ انت مش عارفها يعني؟ انت ازاي بتقول كده؟ وراحت دب ضرباه بالقلم. وقالت له ما هي اللي تقتل تضرب بالقلم، وخاصة لما يبقى مش راجل او راجل نص نص. وراحت سايباه وماشيه. روحت البيت متضايقه. ابوها بيقول لها مالك يا حبيبتي متضايقه ليه؟ خطيبك كان عايز ايه؟ قالت له ما بقاش خطيبي خلاص. قال لها ليه؟ قالت له خاف على نفسه وامه خافت عليه، لحسن نتخانق ولا حاجه اروح داخله جايبه سكينه من المطبخ مموتاه. قال لها ايه ده؟ ايه التفكير ده؟ يعني كل الناس شايفاكي بطله، اصحابك واهلك والمحامي اللي انت شغاله معاه دكتور في الجامعه، كل الناس دي شايفاكي بطله.
وعندك شهامة ورجولة، يعني بنت ب100 راجل. ازاي ده تفكيره كده؟ متعلم ازاي ده؟ قالت له معرفش بقى يا بابا. طب وانت متضايقة ليه؟ متضايقة عشان الوقت اللي ضيعته مع واحد زي ده؟ وانا متضايقة عليه؟ ما انت عارف ان انا ما كنتش عايز اتجوز اصلا. والمهم كويس انه حصل كده، ما تجيبليش بقى يا بابا سيرة الجواز دي خالص. اي حد يطلبني منك قول له لا من غير ما تسألني. يا بنتي قالت له بقول لك ايه يا بابا، عشان خاطري. المهم اتفقت مع ابوها على كده. قعدوا يدوروا على شقة، وخدوا فعلا شقة في عمارة حلوة في وسط ناس كويسين محدش يعرف عنهم اي حاجة. ربنا فتحها عليها وفتحت مكتب خاص بيها، واشتغلت واشتهرت وبقت زي الفل. اشتهرت شهرة وعملت اسم ممتاز، وشغلها زاد وبقى زي الفل. في يوم من الايام قاعدين، ابوها لقى الباب بيخبط، وهي كانت قاعده هي واختها جوه في الاوضه. هي بتقرا في ورق قضيه، واختها قاعده جنبها بتلعب بالعروسه بتاعتها. لقى الباب بيخبط، قام فتح، لقاها واحده ست زي العسل كده. سالت على نرمين. استاذه نرمين موجوده؟ قال لها اه موجوده. حضرتك عايزاها؟ قالت له اه يا ريت. طب اقول لها مين؟ قالت له قول لها مدام نجلاء. مدام نجلاء جارتكم، انا جارتكم هنا، عايز اسالها في حاجه قانونيه، وقلت بدل ما اروح المكتب اجي البيت، احنا جيران، لان انا بصراحه مش بخرج كتير. قال لها حاضر، اتفضلي اتفضلي يا هانم. وراح مدخلها قعدها في الصاله، وقفل باب الشقه، ودخل قال لبنته، قالت له اه انا قابلتها فعلا في الاسانسير وسالتني على حاجه قانونيه، قلت لها طيب تعالي البيت، مفيش داعي تيجي المكتب، احنا جيران. راحت خارجه لها، قعدت معاها ورحبت بيها. يا دوب قعدت كانت هاله في وراها جايبه عروستها وجت قعدت جنبها. فرحت الست قالت لها بسم الله ما شاء الله، اختك؟ ده انتوا توأم. قالت لها اه. قالت لها الله اكبر، وانتوا الاتنين زي القمر. قالت لها شكرا، ده من ذوق حضرتك. المهم فقالت لها ايه، طب انت اسمك نرمين، وانت بقى يا جميل اسمك ايه؟ وبتكلم هاله. راحت نرمين برضو اللي ردت وقالت لها ايه اسمها هاله. قالت لها طب وهي مش بترد تقول اسمها ليه؟ قالت لها عشان اختي مش لابسه السماعه، ويبقى كده مش هتسمعك عشان هي من ذوي الاحتياجات الخاصه. طب انا اسفه انا اسفه، ما كانش قصدي ويعني ما كانش قصدي أألمك وكده. قالت لها لا مفيش حاجه، اتفضلي انا سامعاكي. فراحت حكي لها القضيه اللي هي عايزاها فيها. كانت قضيه ميراث. قالت لها دي قضيه سهله، وان شاء الله اجيب لك حقك ما تقلقيش. وخلاص كده خدت منها الاوراق وبدات تدرس في القضيه وتشوف الدنيا فيها ايه، ومشيت في القضيه. وفي يوم من الايام مدام نجلاء دي بتسالها عملتي ايه عملتي ايه في القضيه. قالت لها، راحت قايله لها بسرعه كده وقالت لها معلش مش هعرف اطول معاكي في الكلام، عشان رايحه اودي هاله تعمل ضرسها، لحسن ضرسها وجعها قوي وبتتألم منه. قالت لها لا هتروحي لدكتور سنان يعني؟ قالت لها اه. قالت لها ده انا ابني بهاء دكتور سنان، ازاي تروحي لحد تاني؟ انا هعدي عليكي واخدك ونروح له سوا. لا مفيش داعي وما تتعبيش نفسك قالت لها لا، نرد لك على الاقل جزء من جمايلك، ما ينفعش. المهم مدام نجلاء عدت على نرمين وخدتها هي وهاله وراحوا لابنها العياده. ابنها كان اسمه بهاء، دكتور بهاء، دكتور اسنان. قعدوا يتكلموا مع بعض شويه، وانت ما تعرفوهوش وانت ما تعرفهاش، معقوله حتى ما تقابلتوش في الاسانسير ورا مره؟ ضموا بقى اللي بتقول. راحت نرمين قالت لها بصراحه لا ما اعرفوش، يعني ما قابلتوش قبل كده لا في الاسانسير. فراح هو قال لها ايه بس انا على فكره عارفك. قالت له ازاي؟ قال لها ابدا، على طول بتبص في الساعه وعلى طول مستعجله. راحت بصت له كده وقالت له فعلا
لان انا على طول ببقى متاخره وخايفه ملحقش المحكمه او الشغل اللي ورايا. المهم ايه بقى، قال لهم طب يلا عشان خاطر هالة شكلها ضرسها وجعها فعلا عماله تتقلب. قالت له هي فعلا عماله تتقلب. طب اتفضلوا. وبعدين خد هالة كشف على ضرسها. طبعا اختها دخلت معاها ومامته دخلت رخرة وعملوا حفلة في العيادة. وقعد يشتغل في ضرس هالة. ولا على فكرة انتوا هتيجي عندي كذا مرة لان ده مش هيتعمل في مرة واحدة، ده ضرس وعايز حشو عصب. فعلا راحت كذا مرة. لما راحت كذا مرة اعجب بيها. معجب بيها بقى بس ما بيقولهاش حاجة. المهم الاب هنا بقى حس نفسه بيكبر، فقال انا اوزع الحاجة اللي عندي على الولاد قبل ما يجرى لي حاجة ويتخانقوا او يزعلوا من بعض لأي سبب. فراح كلم ابنه وقال له تعالى عايزك. وقال لي نرمين انا عايزك عشان عايزين نقعد مع بعض، عشان عايزكم في موضوع مهم. قعدوا مع بعض وراح قايل لهم انا عايز عايز اوزع الميراث بتاعي على حياة عيني عشان تفضلوا تحبوا بعض زي ما انتوا. راحت نرمين لا يا بابا وليه، ربنا يديك العمر ربنا يديك الصحة. وفاروق برضو ليه يا بابا انت في وسطينا مفيش داعي ومش عارف قالوا لا في داعي وانا هوزعه بشرع ربنا، يعني للذكر مثل حظ الانثيين، وهوزعه بينكم انتوا الثلاثة بما يرضي الله. طيب خلاص تمام. عايزين بقى نبقى نتقابل عشان نروح الشهر العقاري، وانا هكون جهزت الورق مع المحامي ونروح مع بعض نعمل الورق. راح قال لمراته، لان طبعا لما ابوه قال له عايزك قال لمراته انا رايح عند بابا. بابا كان عايزك ليه، ده انت حتى ما خدتنيش معاك ومش عارف قال لها الموضوع 1 2 3. قالت له ايه ده، طب وهو ليه هيدي هالة؟ قال لها يعني ليه، مش اختنا؟ ايوه بس هي لا بتعرف تتصرف في فلوس ولا هتعمل بيها هي اذا كان هي بتاكل وتشرب وتلبس وخلاص، هتحتاج نصيبها في الميراث تعمل بيه مش يمكن لو ورثت حد يطمع في الميراث ويضحك عليها ويتجوزها وتبقوا خسرتوا الفلوس بتاعتها؟ قال لها انت بتتكلمي بتقولي قالت له زي ما بقول لك كده، انت تقول لابوك هلا يا بابا ما تاخدش في الورث لحسن يحصل كذا كذا. قال لها معقول؟ قالت له المهم اقتنع بكلام مراته. قال له وبعدين قالت له ولما بقى يقول لك كده ويوافق قول له خلاص هيتقسم علينا احنا الاثنين، يعني انت ونرمين، ولو اصر قول له خلاص ابقى انا واصي عليها. واصي على مين؟ على هالة. الاب بقى كان عايز نرمين هي اللي وصيه على هالة عشان هي اللي واخده بالها منها في كل حاجه، وهي اللي بتاخد بالها من اكلها وشربها ولبسها، يعني تعتبر هي بتصرف عليها. الاب اللي بيصرف بس قصدي يعني هي اللي بتجيب لها كل حاجه، هي اللي بتنزل تشتري وتعمل وتسوي. هي مسؤوله عنها، هو في بيته مع مراته، يعني من الاخر ما بيعملهاش حاجه. المهم راح تاني يوم قبل بقى ما يروح الشهر العقاري، راح تاني يوم على طول قال له على فكره يا بابا انا عايز اكلمك في موضوع بخصوص الكلام اللي حضرتك اتكلمت فيه امبارح وكانت نرمين موجوده. قال له يا سيدي انا قلت ما عجبكش؟ قال له لا يا بابا بس يعني عايز اقول لك ان هالة ليه هتاخد نصيب في الميراث. قال له ليه؟ عشان ده شرع ربنا. قال له ايوه بس هي لا هتعرف تصرفه ولا تسأل عنه ولا اي حاجه. قال له ما انا قلت لك هخلي اختك وصيه عليه. قال له طب وليه من اصله ليه؟ قال له ما انا قلت لك برضه عشان ده شرع ربنا وانا ليه ما اديهاش حقها. راحت نرمين قالت له انت بتقول ايه يا فاروق؟
اذا كان انت بتشتغل وعندك دخلك وانا بشتغل وعندي دخلي، هي ملهاش دخل ولا ليها فلوس غير الفلوس دي. يعني لو احتاجت عملية كبيرة ولا احتاجت اي حاجة هقول لك اديني يا اخويا نكمل ونعمل لها. طب ما ساعتها فلوسها تنفعها. الاب قال له بص انا هعمل اللي قلت لك عليه، ومش عاجبك هطلعك من الميراث خالص. ليه كده بس يا بابا؟ قال له كده. قال له طب خلاص مادام مصر ما يصحش بقى تبقى اختي اللي وصيه عليها، ابقى انا اللي وصي عليها. قال له لا ده انت طمعان بقى، ده انت كده فعلا طمعان. قال له يا بابا انت مخوني. قال له اه كده خونك، لان انت في الاول قلت لا وبعدين رجعت قلت طب ما انا اللي ابقى واصي عليها. تبقى واصي عليها ليه؟ هو انت بتعمل لها ايه؟ ولا مسؤول عنها في ايه؟ ولا تعرف عنها ايه؟ ده انت بتيجي تزورنا شويه وتمشي زي الغريب، ما بتزودش حتى في القعده شويه. راح اتضايق وروح. طب انا ماشي، انت ما بتثقش فيا، انت بتفضل نرمين عليا. وراح ماشي وعملها زعله. اول ما شافته مراته بقى ده كده ما بيحبكش، بيحب نرمين اكتر منك وبيثق فيها اكتر منك، وفضلت تحط بنزين على النار ولا نار على البنزين وتخليه يتضايق اكتر واكتر من اخته ومن مين؟ ومن ابوه. بعد عنهم وما بقاش يتعامل معاهم، ويعني زهق جدا جدا. اخته تكلمه تقول له ما يصحش تزعل من ابوك، ابوك ما عملش حاجه غلط، ما ينفعش كده. اه ما هو انت الوصيه، طب ما انا اللي مسؤول عن كل حاجه. ما ينفعش نزعل من بعض واحنا طول عمرنا بنحب بعض. وبعدين امك موصيانا انا عليها، ما انت عارف. انت مش عارف يعني الكلام ده؟ مش عارف ان هي وصتني عليها؟ وخدي بالك منها وتسألي عنها وما تفرطيش فيها. ده انا مش عايز اتجوز عشان خاطرها. يبقى انت بتتكلم كده ازاي؟ المهم تجيبه شمال تجيبه يمين مفيش. نرجع بقى تاني ايه، نسيبنا من الاخ اللي سمع كلام مراته، الله يهديه ويهدي اخواتنا جميعا، اللهم امين. على رأي اللي بيقولوا مثل معفن، بس يعني احيانا كتيرة وفي حالات كتيرة للأسف بيبقى سليم 100%. المثل بيقول الأخ أخ مراته والخايبة تحلف بحياته. للأسف الشديد في فعلا رجالة كده. المهم ربنا يهدي ويصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. نرجع بقى لمين؟ لبهاء ووالدته نجلاء اللي معجبين جدا بمين؟ بنرمين. قال لوالدته ايه، ما تكلميها ماما كده وتشوفي مرتبطة ولا ايه، ولا الحكاية ايه، ولا الدنيا معاها عاملة ايه. شكلها مؤدب قوي ومحترم وإنسانة جميلة، وبعدين عندها مكتبها ومرموقة. ليه ما اتخطبتش لحد دلوقتي؟ قالت له بنات كتير يا ابني ما اتخطبتش وجميلة زيها، ما دي مش مشكلة. قال لها لا بس بجد يعني شوفي كده ايه الموضوع. بهاء زي ما بقول لكم اعجب بنرمين، هي كمان اعجبت بيه. المهم كلم والدها وراح عشان يطلبها. راح الاب قال له هنفكر، ونرمين قالت له هنفكر، ومشوا منتظرين الرد. يكلم نرمين يقول لها كاني ماني. قالت له لا يا بابا انا مش هقعد احكي قصتي لكل واحد شويه ويرجع يخاف مني ويمشي. انا مش عارفه يعني، خلاص بقيت قتلت قتله. كان يتقدم لها بقى كذا حد بعد الدكتور الصيدلي، واول ما يعرف القصه يمشي. فقررت قالت لا خلاص مش هسمح للموضوع ده تاني. فراح رد الراجل وقال لهم ايه، لا احنا مش موافقين، نرمين مش موافقه. راحت الام زعلت وبهاء زعل جدا. بقت الام صعبان عليها ابنها،
مدام نجلاء. اول ما تقابل امجد ابو نرمين في الاسانسير وهو طالع على السلم وهو تحت في مدخل العمارة تكلمه، كل ما تشوفه تكلمه. ابني زعلان جدا وبيقول طب تديني فرصة، ترفضني حتى من غير ما تقعد معايا، من غير ما نتكلم؟ طب ليه؟ وانا فيا ايه وحش؟ ده نفسيته تعبانة قوي وزعلان قوي ان هي رفضته. راح قال لها يعني هو متمسك بيها قوي؟ قالت له اه متمسك بيها جدا. قال لها طيب اديني رقم. راح واخد رقمه ومتصل عليه. دكتور بهاء. قال له ايوه مين معايا؟ قال له انا والد نرمين. قال له اهلا وسهلا، وفرح قوي ان هو اتصل بيه. قال له انت متمسك ببنتي؟ قال له اه جدا جدا، ونفسي اعرف رفضتني ليه. قال له طب قابلني في المكان الفلاني. اتقابلوا في كافيه محترم كده وقعدوا يتكلموا مع بعض. اول ما بدأ الكلام بهاء. قال له انا بس عايز اعرف رفضتني ليه، ما عادتش معايا، ما اتكلمتش معايا، ما ادتنيش فرصة، ما عرفتنيش حتى. طب تعرفني وبعدين تشوف ترفض ولا تقبل. المهم راح الراجل قال له بص يا ابني، ما دام انت متمسك كده انا هحكي لك. قال له خير. قال له بنتي اتقدم لها كذا حد قبل كده، وكل ما توافق ويعرف القصة اللي انا هحكيها لك دي يرفض. فقالت خلاص انا مش هقبل اي حد يتقدم لي تاني. قال له طب معلش يا عمي ممكن اعرف ايه القصة؟ قال له اه، ما انا مناديلك عشان اقول لك. قال له طيب ماشي. راح حكي له القصة 1 2 3 من البداية للنهاية. قال له طب وده سبب يخليهم يرفضوا ويخلي خطيبها الاولاني اللي كان خلاص هيتجوزها يرفض؟ ده ناس ما بتفهمش. دي انسانة يعتمد عليها ومسؤولة وكويسة وشخصيتها قوية، ده تبقى زوجة صالحة ويسند عليها وسند للأسرة وسند لولادها. ولقاه عمال يشكر يشكر يشكر. قال له طب ده انا دلوقتي كده متمسك بها اكتر. قال له اكتر؟ قال له اه. قال له خلاص على بركة الله. راح بهاء خلص المقابلة وراح جاري لنرمين على المكتب، قابلها وكلمها وقال لها انا متمسك بيكي اكتر واكتر واكتر. بجد؟ الله اه بجد. هي بقى كمان كانت معجبة بيه هي كمان، اتبسطت جدا. قالت له بس وهالة هسيبها لوحدها ازاي؟ قال لها مش هتسيبيها لوحدها. تسيبيها لوحدها ليه؟ انت عارفة ان انا وماما لوحدنا، وانا مش عايز اسيب ماما لوحدها. طب ايه؟ قال لها ابدا مش هينفع طبعا نتجوز مع ماما، عشان انت عارفة ان ممكن يحصل مشاكل، وانا مش عايز حياتي يبقى فيها مشاكل، ومش عايز اسيب ماما، عشان كده واخد شقة في نفس العمارة. بجد؟ قال لها اه بجد. وكده يا ستي هبقى انا جنب ماما وانت جنب هالة، وبعدين ماما بتحبها جدا، وقت ما يبقى باباكي مش موجود تقعد مع ماما. ليكي حجة بقى كده تاني؟ راحت بصله ضحكة وقالت له لا طبعا مفيش. وحددوا الميعاد واتجوزوا وعاشوا في نفس العمارة، وكانت هي قريبة من اختها وباباها وهو قريب من والدته. ولما كان باباها بيروح مشوار كانت فعلا هالة بتروح عند والدته مدام نجلاء وتقعد معاها، وكانت بتحبها جدا، لان طبعا هالة كانت مركز التأهيل معلمها تدخل الحمام لوحدها وتنظف نفسها، تنظف المكان وتقعد هادية في المكان اللي هي فيه، ما تعملش فيه اي كركبة ولا اي حاجة، وتسيبه منظم زي ما قعدت فيه. كانت تقعد تلعب بلعبتها هادية جميلة، فما كانتش بتضايق اي حد قاعدة معاه. واستمرت الحياة وربنا بارك لهم فيها، وربنا كرم نرمين ببهاء زوج حنين وعطوف ويتقي ربنا، ويعني عوضها كل العالم المتخلفة اللي كانت بترفضها عشان السبب ده. وسبحان الله، مكافأة من ربنا،
مكافأة إلهية. فضلت متمسكة بأختها اللي ما تقدرش تعيش لوحدها ومش مفرطة فيها، وكانت هتقعد من غير جواز طول عمرها. ربنا بعت لها الزوج لحد عندها، وقعدت في الشقة جنب أختها. يا سبحان الله، يا سبحان الله، قادر على كل شيء. عايزة بقى أعرف رأيكم في التعليقات. لو أنت شاب، أو لو أنت أم، أو لو أنت أخت، وفي بنت زي نرمين كده وحصل معاها كده وموتت واحد بالشكل ده، تقبلوها فعلا زوجة ولا لا؟ تشوفوها بطلة زي ما شافها بهاء واتجوزها، ولا تشوفوها مجرمة زي ما شافها خطيبها الأولاني وسابها؟ تشوفوها ايه في الاتنين دول؟ في انتظار تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة وبس، مفيش اكتر من كده. قصة جميلة، ده رأيي، واتمنى برضو اعرف القصة عجبتكم ولا لأ، واقول لكم ايه، ربنا يحفظكم ويرعاكم ويحميكم ويستركم دنيا واخرة ويشفينا جميعا يا رب. اللهم امين، اللهم امين. استنوني في قصة جديدة ان شاء الله.